بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أول أداة في أدوات التعديل، وهي أداة الإكسترود أو البوش والبول، وعرفنا إزاي بنشتغل بيها أو بنستخدمها. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعرف على تاني أداة، وهي أداة الموف. نعمل مستطيل ونعمل له إكسترود، مش تفرق معانا أبعاده. أنا عاوز أنقل المجسم ده من نقطة لنقطة تانية، بقى لازم أحدد الأول زي ما اتعلمنا. أول حاجة بعملها التحديد عشان أعرف أنا هنقل إيه بالظبط، سواء مسطح أو حافة أو المجسم كله. بروح جاي ضغط على أداة الموف، واختار النقطة اللي أنا هنقل منها والنقطة اللي أنا هنقل ليها. مثلا أنا عاوز أنقل المجسم ده على بعد 5 متر، بكتب 5 من الكيبورد وأروح ضاغط انتر، فبيعمل لي نقلة على بعد 5 متر. وزي ما قلنا أقدر أنقل مسطح أو حافة، بس زي ما احنا قلنا برضو قبل كده إن الحواف والمسطحات بتبقى لازقة في بعضها. يعني مثلا أنا جيت أنقل الحافة دي كده، أنقل المسطح ده كده، هلاقيه بيتنقل لي كأني بعمل اكسترود بالظبط، بس لو أنا ماشي موازي للمحاور أو موازي للمسطح نفسه هيتنقل بالطريقة دي. ممكن أجيبه بزاوية يبقى بالشكل ده كده، أو إن أنا أنقل حافة أو جنب فيتعمل لي بالشكل ده. ده بيحصل تشوهات كتير جدا طول ما أنت شغال، لو أنت مش عامل الجروبات اللي إحنا هناخدها إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. هنعرف إزاي نعمل جروبات عشان ما يحصلش تشوهات بالطريقة دي. تاني حاجة من أداة الموف، إنك أنت تقدر تعمل بيها كوبي أو كذا نسخة مع بعض. في ناس بتستخدم الكنترول سي كنترول في عشان تيجي تعمل نسخ لجسم. طبعا دي ما بتعملش، مش بتنجز كتير، لأنك لازم عشان تيجي تعملها تكون عارف النقطة اللي أنت هتعمل كوبي. زي ما احنا نعرف دلوقتي. طب ناخدها كده الأول. أحدد المجسم ده، أنا عاوز أعمل 5 نسخ على بعد 2 متر مثلا، فبروح كاتب له 2 متر، أنا نقلته آسف. بضغط، أنا بحدد الأول بعدين أضغط أداة الموف، ولازم أضغط كنترول من الكيبورد، إما ضغطة واحدة أفضل ضغط عليها عادي، وبعدين أختار النقطة اللي أنا هنقل منها. فبيعمل لي، تلاحظ إن هو عمل لك علامة الزائد على الماوس. أقول له اعمله لي مثلا على بعد 2 متر. طب كده أنت عملت له نسخة واحدة، أنا عاوز 5 نسخ. بروح قايل له إكس أو علامة الضرب من الكيبورد 5، فبيعمل لي 5 نسخ على بعد 2 متر، كل نسخة تبعد عن اللي قبلها 2 متر. اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو كنترول سي كنترول في. أنا عاوز أعمل نسخة مثلا على بعد 2 متر زي ما احنا قلنا كده، بروح ضغط كنترول سي فتعمل لي نسخة كنترول في ظهرت لي في ايدي. طب انا مش عارف ال2 متر هنا على بعد كام من المجسم اللي قبله. لازم في الاول ارسم خط طوله 2 متر، وبعدين اجي اسحب اعمل كنترول سي كنترول في، بقى في ايدي مجسم، واروح عامله هنا واقعد انقل. ما بتبقاش بالظبط وبتبقى صعبة جدا، وبعدين مستحيل اقدر اعمل بيها array اللي هو التكرار. يعني مثلا انا عاوز امسح ده، انا عاوز اعمل من ده 100 نسخة،
فهروح جايب هنا على بعد 2 متر مثلا 100 نسخة على بعد 2 متر، كل نسخة تبعد عن اللي قبلها 2 متر، فهعمل على بعد 2 متر إكس 10، فتعمل لي 10 نسخ. هي المفروض إن دي 11 عشان أنا عملت 10 هو النسخة الأصلية، فهنمسح واحدة وأجي من هنا أروح أقول له برضو على بعد 2 متر عمل لي. هنعمل بقى 9 المرة دي بقى، اتعلمنا من اللي فات، فتعمل لي 10 في 10. مستحيل تعملها بكنترول سي كنترول في، أيا كنت والله ما هتعرف. المهم نمسح الكلام ده كله زي ما قلنا إن إحنا بنعمل نضغط كنترول، نعلم الأول كنترول وبعدين نسحب على أي بعد إحنا عاوزينه. عاوزين نكرر إكس 3 مثلا. في حاجة كمان مثلا، وليكن أنا عندي بلكونة وعاوز أعمل عليها البرامج، أنا مش عارف طول البلكونة كام. يعني مثلا أدي أول برمة وده طول البلكونة، نطوله شوية، ده طول البلكونة. أنا عاوز أنسخ البرمة ده، أنا مسحت، أنا لما حددت المجسم ده اتحدد لي كل حاجة متصلة بيه، فأنا مش عاوز الخطوط دي، فبضغط شيفت بملي علامة زائد والناقص، فبروح عامل محدد على اللي أنا كنت محدده عشان ما يتحددش. يعني مثلا أنا عامل ده كده، فبروح ضغط شيفت أحدد اللي أنا مش عاوزه عشان ما أخدهوش معايا وأنا بعمل كوبي أو موف. أجي مثلا أنا عاوز أعمل 10 نسخ على الخط ده. ال10 نسخ مش عارف الخط طوله قد إيه عشان أقول مثلا طول الخط على بعد معين أو طول معين اللي هي المسافة بين النسختين، وأطلع عدد النسخ يبقى كام. أنا مش عارف، بس أنا عاوز 10 نسخ. أروح ضغط كنترول زي ما احنا متعودين عشان يعمل لي نسخة تانية، وأروح جايبها هنا. كده أنت عملت لي نسختين، أنا عاوز عدد نسخ مثلا وليكن 10 على طول الخط ده، بس أنا مش عارف طول الخط. أروح قايل له على، احنا الأول كنا بنعمل فيها عشان نعمل أري أو تكرار على مسافات متساوية، أنا عارف المسافة وبكتبها له، بحدد له المسافة وهو بيعمل لي عليها نسخ حسب ما أنا عاوز. لا، هنا أنا هقول له على أو علامة أو علامة العلى اللي هي حرف الظهر من الكيبورد بس تكون لغة إنجليزي. أقول مثلا أنا عاوز 10 نسخ. ال10 نسخ بيبقى بينهم مسافات 11 مسافة، يعني أنت لو حسبتها هنا أنا عملت نسختين وعاوز أعمل 9 جوه، فيبقى فيه 11 مسافة. أنا هقول له 11 مسافة، آسف، وعمل لي وعملها لي على 11 متر، على بعد 11 متر. هقول له ده كده على، قلنا 11، فبيعمل لي 10 نسخ على مسافات متساوية. لو جينا نحسب المسافة دي، أنا مش عارف طول المسافة دي بس متأكد إن دي هي دي هي دي هي دي هي كل مسافات اللي بين كل مسافة بين النسختين بتساوي المسافة التانية. أيا كان بقى، عاوز تعمل نسخة نسختين حسب ما أنت عاوز، بتروح محدد المجسم اللي أنت عاوز تعمل له كوبي أو نسخ، بعدين تضغط كنترول وتسحبه. مثلا أنا مش عاوز أحطه في الآخر، أنا عاوز أحطه هنا. طب أنا عاوز أحط مثلا على بعد 50 متر،
وعاوز برضو أقسم المسافة 50 متر دي على 7. هقعد بقى أحسب 50 على 7 فيها كام عشان أعمل نسخ أو أعمل المسافات اللي بين النسخ قد بعض. بروح قايل له على مثلا عاوز أعمل 7 نسخ، بروح قايل له على 7، فبيعمل لي 7 نسخ على مسافات متساوية من بعض. وهكذا بنقدر نعمل نسخ سواء عارفين المسافات أو مش عارفينها بأداة الموف. وبكده نكون خلصنا أداة الموف. نكمل في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.